السلام عليكم وحلقة جديدة مع الدرة. حلقتنا النهاردة نارية وفيها مفاجآت مدوية. أول مفاجأة فيها هو الكابتن أحمد شوبير وتقرر إنهاء تعاقده مع أون سبورت. ثم معانا فضيحة نجم نادي الزمالك والمراهنات وهنخش نتكلم في تفاصيلها. ثم معانا بيراميدز اللي قدر يشتري كل حاجة بالفلوس إلا جمهور الزمالك ومحبيه، اشتراهم ببلاش وببلاش جدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة، اخبط اللايك وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وانصر أهلنا في فلسطين وأعز الإسلام والمسلمين واحفظ مصر يا رب العالمين. ونبدأ في حلقتنا اللي في مفاجأة كبيرة، مفاجأة مدوية. تقرر الاستغناء عن الكابتن أحمد شوبير من قناة أون سبورت وإنهاء تعاقده بحجة إن هو ما التزمش بالميثاق الإعلامي وإن هو ما ترتب عن ما احترمش الرأي العام والجمهور وحاجات كده ما نعرفش ليه. بس كل اللي أقدر أقوله لما يطلع إبراهيم عبد الجواد برضو يتكلم في حاجة ويتوقف إبراهيم عبد الجواد وادي الكابتن أحمد شوبير، ففي علامة استفهام كبيرة مع عدم إظهار نتائج التحقيق في وزارة الشباب والرياضة في موضوع أحمد رفعت. هكتفي بهذا القدر عشان ما حصلهمش أنا كمان وتتقفل القناة، ولكن علامة استفهام كبيرة على رحيل الكابتن أحمد شوبير من قناة أون سبورت وإنهاء تعاقده بعد هذه السنين الطويلة والمجهود الجبار اللي كان بيعمله في القناة. طبعا قناة أون سبورت كده اهوت نقدر نقول ان هي بقت من غير كوادر. هنشوف ايه اللي هيحصل ونخش على ميدو بعد ما تخبط لي لايك الجميل اللي قلنا تحت عنوان ان بيراميدز قدر يشتري كل حاجة بالفلوس، لعيبة، تأجير استاد، اعلام، حتى المشجعين اللي بياخدوا 200 جنيه ووجبة عشان يروحوا يشجعوا. بس في ناس اشترط من بيراميدز من غير فلوس وهو جمهور الزمالك ومحبيه. وفوجئنا بميدو تعب نفسه مخصوص وعامل فيديو وطالع بيقول لك انا بشجع بيراميدز وان لعيبه النادي الاهلي بتترعب من بيراميدز. اول ما بتشوف لعيبه بيراميدز بتترعب من بيراميدز وبيخافوا منهم وان بيراميدز هيكسب وانا بشجعه وقعد هو بيراميدز ومش عارف ايه. للاسف تخيل عزيزي الفاضل ان بيراميدز خد حتى مكان الزمالك في تشجيعه من فرقته. يعني تخيل بيراميدز ما خدش مكان الزمالك في الدوري بس وبقى يشارك في دوري ابطال افريقيا ويطلع مركز تاني بس فقط لا غير، لا ده خد مكانة نادي الزمالك كمحبة في قلب جمهور الزمالك. بقى بيراميدز حتى واخد محبة جمهور الزمالك من ناديه. متخيل ان انا بدل ما اطلع اعدد السلبيات اللي موجودة في فرقتي واطلع احط ايد على المفاتيح اللي تطور في فرقته وتخليها ترجع تاني الزمالك التاريخ، لا ده انا خلاص تخليت عن فرقتي وتشجيعها لان خلاص بقت تجيب لي بقى جلطات وسكر وضغط واللي انتوا عارفينه دوت وبشجع فرقة تانية. ما اتكسفتش ان الفرقة دي خدت مكان فرقتك وبتشجعها؟ ما هنعمل ايه؟ لففناكوا افريقيا كلها وبنلففكوا مصر كلها عشان تشجعوا الفرق قدام النادي الاهلي. طب عزيزي الفاضل يلي بتقول ان النادي الاهلي لعيبته بتخاف من بيراميدز اللي هي اصلا 3/4 من لعيبه الاهلي، ده رقم واحد. رقم 2، لما نيجي نخش في اخر 8 ماتشات للاهلي وبيراميدز، الاهلي كسبان 5 وبيراميدز كسبان 2. منهم ماتش الاهلي كان بيلعب بالاحتياطي والناس اللي على الدكه علشان حسم الدوري وبيريح لعبته لمشاركته في دوري ابطال افريقيا اللي حضرتك ما تعرفش عنها حاجه بقالك 2-3 تمام، وبقالك 23 سنه ما بتحرزش اللقب تمام، واخر مره وصلت للنهائي في القضيه ممكن علامه ووصمه عار على دماغك ان شاء الله هتفضل موجوده الى ابد الدهر. حلو كده. فين بقى ان النادي الاهلي بيخاف من بيراميدز؟ بل بالعكس، انا قابلت نهائي 2 نهائي البيراميدز كاس مصر وسوبر وخدت الاتنين، يعني واخد منه بطولتين واخر 8 ماتشات كسبانه 5 هو كسبان 2. فين بقى الخوف
اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن احمد حسام ميدو، وما خجلتش انك انت رمز وكادر زملكاوي تطلع تهين نفسك وتقل من نفسك انك انت بتشجع بيراميدز وتهلل لبيراميدز قد كده. يعني الناس لقيتكم سهلين كده، وجمهور الزمالك اللي صفحات بيراميدز بتتنزل لهم عن التذاكر عشان يروحوا الاستاد ما كان نفع نفسه، يعني ما كان نفع نفسه، فاهمني؟ املوا الاستاد لجمهور الزمالك، لموا المحافظات كلها جمهور الزمالك، ان شاء الله النادي الاهلي في الميعاد وفي ميعاد قوي جدا 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 ان شاء الله. اعملوا مؤامرات، اعملوا تربيطات، اعملوا كل حاجه زي البيان الهز اللي طلعه اتحاد الكوره لابراهيم عادل. كلامه بيقول ان كان في اتفاق بينه وبين بيراميدز عشان يخرجوا له ابراهيم عادل من المعسكر، ولولا ان هو اتصاب زي ما بيقولوا ما نعرفش هي اصابه سياسيه عشان يطلع منظرهم حلو قدام الناس ولا لا، وبيان هزلي وتم الاتفاق والتربيطات على ان بيراميدز ياخد ابراهيم عادل في ماتش النادي الاهلي. دلوقتي الوطنيه على بيراميدز عادي، يعني خالد الغندور وكل الناس اللي طالعه تتشدق ان النادي الاهلي مش وطني ومرضيش يسيب لعيبته والكلام ده لبيراميدز، يقول لك حقه. حق مين؟ كان كسر حقك انت وهو. هو مين يا ابني اللي يتساب له لعيبه؟ اللي بيمثل مصر ورافع راسها في المحافل الدوليه ودوري ابطال افريقيا والعالم كله بيتغنى بيه، ولا واحد كل هدفه ان هو معمول مكايده في النادي الاهلي؟ ما يلعب ابراهيم عادل، ما ياما لعب والاهلي كسب، يلعب منتخب مصر كله قدام النادي الاهلي، ده بفضل الله النادي الاهلي. ولكن بنتكلم على التربيطات والتظبيطات، زي مثلا في ماتش الاتحاد ضربة جزاء برضه ما بتتحسبش ضد بيراميدز، تغزى عين التخين والبنا برضه في اول 4 دقايق ممكن تعقرب الماتش على بيراميدز ما حدش يتكلم. انما لو حاجه للنادي الاهلي يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي اشترى كوكب المشترى، الاهلي سافرت النجيله، الاهلي عمل تراك مخصوص لنفسه عشان يكسب بيه. ما هو ده اللي بيحصل دايما، قله ضمير في كل حاجه. فالحاجه الوحيده عنوان نقفل بيه الحته دي، بيراميدز قدر يشتري كل حاجه بالفلوس الا جمهور الزمالك ومحب نادي الزمالك وسوشيال ميديته اشتراها ببلاش. خش بقى على موضوع تقيل قوي 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 يا خالد يا غندور يا رضا يا عبد العال يا كل واحد بيتشدق ان يقول لك بطولات الاهلي حرام وبطولات الزمالك حلال، والبطوله عند الزمالك ب1000 من بطولات الاهلي ولا ب100 والكلام ده. نجم نادي الزمالك باسم مرسي في بودكاست عمله او لقاء كده عشان نبقى بلدي كده مع بعض، قاعد بيعمل لقاء مع مذيع وبعبع بكتير قوي 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 وطلع علينا. بيقول لك ايه بقى؟ هناك اتفاقات مع لاعبين بأن يرتكبوا أخطاء في دقائق معينة مقابل 20,000 جنيه، وفي لعيبة بيتقال لها خد إنذار في الدقيقة 30 هديك 10,000 جنيه و15,000 جنيه، وفي لعيبة بتفوت أجوال، وحصل من لاعبين كتير في أندية كتيرة. حضرتك بقى حد يديني عنوان عن الفساد اللي قاله، حد يديني عنوان إن يقدر يقول كده وما يتحاسبش من وزارة الشباب والرياضة او من نادي هو بيلعب فيه حاليا. بيبين قد ايه ده، يبين الكلام بتاع اسامه نبيه وعفت نصار لما اتفقوا مع المصري عشان يفوتوا لهم الماتش. كلام رضا عبد العال لما قال لك الحكم بيقول ارمي نفسك عشان تاخد ضربه جزاء. كابتن فاروق جعفر عايز تاخد بلانتي ولا طرد. ده كله يا جمهور الزمالك اهو، نجم نادي الزمالك باسم مرسي بيعترف ان في الحاجات دي وموجوده في انديه كتيره. طب ايه هي الانديه اللي لعب منها؟ زمالك، اسماعيلي، انتاج حربي، ممكن يكون لعب شويه بساط مع سيراميكا. عرفتوا الموضوع ماشي ازاي؟ وكارثه مراهنات وفضيحه مراهنات. بيراميدز يكسب النهارده 3-1 تلاقيه بيكسب 3-1. بيراميدز هيكسب النهارده 2-0 تلاقي بيراميدز بيكسب 2-0. فهمتوا الامور رايحه فين؟ بتدار ازاي؟ بتتدبر ازاي؟ هل من حد عنده ضمير هيصحى ويحاسب الناس دي في المنظومه الرياضيه؟ هل في نادي هيقدر ياخد قرار زي ما حسين الشحات عمل مع الشيبي ضربه بالقلم؟ الاهلي كان هيعرضه للبيع و500,000 جنيه غرامه.
حد هيقدر يعمل ده؟ حد هيقدر يعمل ده لما ابراهيم حسن عمل فعل مشين في المغرب بعد ما مصر اتشتمت واللعيبه اتشتمت، فرد فعل منه تلقائي طلع دفاعا عن البلد. الاهلي وقفوا وهو في المغرب، الاهلي وقفوا وهو في المغرب 6 شهور. ابراهيم حسن احسن باك مصر، احسن باك يمين في مصر وفي افريقيا من وجهه نظري. ادي النادي الاهلي. هل هيطلع حد من المتشدقين دول، رضا عبد العال، خالد الغندور، محمد عبد الله، عفت نصار، هيتكلموا في الموضوع ده؟ هيقول لك لا ده عيل مخبول، لا ده مزقوق، لا ده مأجور. ادي باسم مرسي واللي كان بيحصل. ولما نشوف جنش مثلا، الله اعلم، ما بتهمش حد، لما نشوف جنش كل ماتش للزمالك يخش فيه جوان هبله زي دي ويتألق قدام فرقه تانية، الله اعلم، ما برميش حد بالباطل، بس احنا بنقول على اللي بيحصل. وناصر فاروق بتاع المحله لما قال لك ببقى متكيف لما الزمالك بيدخل فيا جون، يعني فعلا كلام. لابد من احترام الناس، لابد من احترام البلد اللي انتم منتميين ليها، علشان لما يطلع حد يعمل كده فصورتنا قدام الناس كلها ان احنا فاسدين، وان احنا الامور عندنا بتدبر لاشخاص معينه بالاتفاقات بالتفويض زي ما قال. والمفروض ان تشكل لجنه ايضا يا سياده الوزير، مع احترام لحضرتك دي مناشده، في التحقيق اللي بيقوله باسم مرسي. ومين هم الناس دي اللي بيعملوا كده مع اللعيبه، ومين اللعيبه اللي عملت ده، علشان نعيش في منظومه كرويه نضيفه ومش فاسده، علشان الفساد استشرف الدنيا كلها الرياضيه عندنا هنا، ومحتاجين قلبه وقومه. اشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم.